خفيف وأنيق من هواوي، وضد الماء من سامسونج، وصاحب البطارية العملاقة سريع الشحن من شاومي، وأنباء عن عفريت آخر تحضره آبل. نعم، إنها عفاريت وليست مجرد هواتف، تخرج لنا عبر قمقم سباق شرس بين علامات تجارية كبرى، ما جعل المتابعين والمهتمين بصناعة الهواتف في العالم يطلقون على عام 2023 عام الهواتف القابلة للطي. ونحن في جوك نستعرض لك أبرز وأحدث الهواتف في هذه الفئة المميزة. تابع الفيديو وشاركنا التجربة المميزة. عملاق سامسونج. كانت ولا تزال شركة سامسونج صاحبة الريادة في سباق الهواتف القابلة للطي، ويظهر ذلك في هاتفها جالاكسي زد فولد 3 5G، فهو يأتي بخاصية مقاومة الماء وشاشة داخلية يصل حجمها إلى 7 بوصات فاصلة 6 من 10، وشاشة خارجية 6 بوصات فاصلة 2 من 10، ويدعم استخدام القلم الإلكتروني ومستشعر البصمة، وكاميرا مخفية تحت الشاشة الأمامية بدقة 16 ميجا بكسل، و3 كاميرات خلفية بدقة 12 ميجا بكسل. ويعد هذا العملاق أحدث ما أنتجته سامسونج في فئة الهواتف القابلة للطي في سعيها للحفاظ على الريادة في سوق تمتلك ما يقرب من نصف مبيعاتها عالميا. رائعة شاومي. يعد هاتف مي فيكس فولد هدية رائعة قدمتها شركة شاومي لمحبي الرفاهية والتقنيات العالية، إذ يأتي الهاتف بشاشة داخلية بحجم 8 بوصات تدعم مليار لون، وبكاميرا أمامية بدقة 20 ميجا بكسل، وبطارية تتخطى 5000 ملي أمبير، وإمكانية للشحن السريع بقدرة 67 واط، بحيث يصل إلى 100% في 37 دقيقة. هاتف تفوقت به الشركة المبدعة على نفسها، فقدمت للمستهلك أكثر مما كان يتخيل. نجم هواوي الخفيف. ونجحت شركة هواوي في دخول سباق سوق الهواتف القابلة للطي بهاتف مختلف يتميز بخفته وبساطة تصميمه وجاذبيته العالية، ليصبح هاتف هواوي ميت إكس 2 من أكثر هواتف الفئة طلباً، إذ يأتي بوزن لا يتجاوز 295 جراما، وإطار من الألمنيوم، وبشاشة بحجم 8 بوصات قابلة للطي، وشاشة خارجية بحجم 6 بوصات فاصلة 45، وبطارية بسعة 4500 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 50 واط، مزودا بمعالج كيرين 9000. مواصفات وإمكانيات وضعته بقوة في سباق المنافسة، وشجعت شركة هواوي على إصدارات أخرى لنجمها البسيط الخفيف. وفي الإطار نفسه برز هاتف LG Wing الذي تنتجه شركة LG، وهاتف Find N من شركة أوبو في قائمة الشركات المنافسة، مع أنباء قوية عن اتجاه شركة أبل لإنتاج هاتف عملاق قابل للطي لينافس على صدارة القائمة الاستثنائية. يستمر السباق ويزيد عدد الشركات المشاركة فيه يوما بعد يوم، ما يصب في مصلحة مستهلك يبحث عن تجربة مختلفة ويملك ثمنها. هل أنت ممن يعشقون الهواتف القابلة للطي؟ أخبرنا عن هاتفك المفضل في هذه الفئة. كانت التجربة برعاية جوك، حيث المعرفة متعة.